مساء الفل عليكم. نتكلم النهارده على شوية أوضاع في الدوري المصري. بداية كده من حالة الغربلة اللي حصلت في بعض النوادي من إقالات المديرين الفنيين. يعني احنا قلنا المدير الفني اللي هيسيب الفرقة بتاعته مش هيدرب في فرقة تاني. فطبعا انت نزلت قانون أو نزلت قرار على أساس تمنع التكرار من هنا لهنا لهنا لهنا. فهيعملوا ايه؟ بدل ما المدير الفني هو اللي يسيب النادي عشان اكل عيشه، يقول لك النادي يستغنى عن المدير الفني. اقالة المدير الفني. احنا عندنا الاسبوع اللي فات ده 4 مديرين فنيين وكيلو. اولهم طبعا فيريرا اللي كان معروف ان هيمشي من وقت، من قبل مباراة الزمالك، من وقت مباراة اسوان، من وقت اكيد صورته لما نزلت في الاستاد واترفعت في المدرجات، ومن يومها وتحس ان المستوى خلاص لان بقى فيه تدخلات. نيجي بعد كده الكابتن ايهاب جلال اللي بكل فتره في نادي. ما انت كنت قاعد في بيراميدز ومرتاح، ايه اللي وداك المنتخب طبعا كشفك، الثقه راحت. كل نادي يجيبك عنده فتره النتائج تسوء، تمشي تروح النادي التاني. اخيرا فاركو وشكرا يا عم ايهاب. توجيه الشكر لايهاب جلال. الحاج طارق العشري، انت راجل محترم سنك وقاعد مع طلائع الجيش وعامل مباريات حلوه، شكرا يا حاج طارق العشري. الحاج احمد سامي، الكابتن احمد سامي اللي كان في وقت من الاوقات فارق مع سموحه، سيبته ليه؟ عشان ترجع له تاني تروح تجرب في حته تانيه ما ينفعتش، يقول لك شكرا يا عم احمد، ترجع تاني لسموحه. يعني انا مش فاهم يعني ايه مفيش مدرب يدرب فرقتين في سنه واحده؟ طب ما هو النادي لو مشاه يدرب فرقتين، لو النادي التاني مشاه يدرب الفرقه التالته. فاحنا عاملين غربله كده لجميع الفرق. 4 مديرين، فيريرا، تكنياس، ده يعني بص هو بيتهاجم من يوم ما جه. المدرب بتاع المحله مشى من المحله، النهارده بيتعاقد مع البنك الاهلي سيراميكا. احمد سامي شكرا، راح سموحه. فاركو ايهاب جلال شكرا، الحاج طارق العاشر شكرا. طيب يعني كل ده ليه؟ انت يعني هو شايفه ناجح في النادي بتاعه عشان تجيبه يدرب عندك؟ يعني اللي هتجنن منه اما تلاقي المدير الفني فاشل في نادي تاني، وانت النادي التاني ممشيه وانت جايبه تاخده عندك. الناس دي بتفكر ازاي؟ ولا هي سبوبه؟ اقبض هنا كذا واقبض هنا كذا، واحنا لازم نجيب ده عشان ما فيش اللي قدامنا اللي هو، ونجيب ده عشان ما فيش اللي قدامنا اللي هم، ونتفق معاه على 10 قروش وخمسه من تحت الترابيزه. هي الدنيا ماشيه كده، يبقى مفيش نجاح في اي فريق. مجرد ان هو عايز يقعد في الدوري، يقعد في الدوري ليه؟ عشان المصلحه تكتر. يعني لو قعد في الدوري التاني هيتكشف. يعني المصلحه في الدوري ان انا اتعادل، العب ماتش حلو، ظهرت. يعني انت تجيب المدير الفني بتاع اسوان من يوم ماتش الزمالك وهو فين؟ عمل ماتش الزمالك طلع على الاعلام انا ومن يوم عايز امشي عشان الموارد الماديه. طب وهي من قبل ماتش الزمالك كانت تفادي الموارد الماديه؟ ولا هو عشان انا ظهرت خلاص واتكلموا عني اقول شكرا بقى، انا عايز بقى ابين ان انا خلاص مش قادر اكمل عشان سوء النتائج اللي هتحصل. وقريبا برضو من الكابتن ميدو، قدامك مباراة أو 2 بالكتير، لو ما كسبتش هيتوجه لك الشغل. يعني انت قلت نأجل المبادرة لبعد المباراة. أيوة لبعد المباراة ليه؟ عشان هو انت حاسس ان في نية ان انت لو ما كسبتش هتاخد قرار ان انت تمشي، فانت قلت ما ناخد مبادرة بعد المباراة على اساس لو القرار يتقال بعد المباراة يبقى انت ممكن تقول انا شكرا مش هقدر اكمل. مين في الدوري ثابت غير 2 3 اللي ثابتين في نواديهم من السنة اللي فاتت؟ يعني الناس اللي ثابتة في ناديها من السنة اللي فاتت مستمرة. علي ماهر، ويمكن هو علي ماهر اللي حالة شاذة بجد. يعني هو بقاله 2 3 باين، بس هو مع لعيبة. يعني هو فرقة فيوتشر مع لعيبة محدش ينكر، زيها زي بيراميدز، شارية لعيبة تقيلة ولاعيبة في مراكزها ومعاها إعلام. نيجي نتكلم بقى على الجهاز الفني لنادي الزمالك. انتوا امبارح اترصيتم ووقفتم وتشرفتم بالحلقه بتاعت المستشار مرتضى منصور بتقديمكم للجمهور على اساس احنا ما نعرفكمش، احنا عارفينكم واحد واحد، وهدربتم مؤقتا قبل كده وهتدربوا مؤقتا مش لاخر الموسم. هو انت لو جيت اتغلبت ماتشين 3 مش هيقول لك شكرا؟ انت بتفكر ده تقعد لاخر الموسم كده؟ لا، انت لو ما اشتغلتش وما عملتش نتائج، وين ما قالكش فلان ما بيلعبش ليه وفلان بيلعب ليه واسكت، هتلاقيه توجه لك الشكر ومع السلامه. انا واحد من الناس اللي انا قلت المفروض وقت اسامه نبيه هو الوقت ده، مش عشان فيريرا وحش، لا هو فيريرا ما جاش زيه ومش هيجي زيه،
بس هو برضه فعلا تعب، وكان باين عليه ان هو اتأثر بالتعب والاعصاب والضغط اللي جه على عينه. فكان كفايه كده، هو فعلا يتوجه له الشكر وكفايه كده. نيجي بقى للإدارة الفنية للزمالك. انت عارف اللعيبة، انت حافظ اللعيبة، انت عارف مراكز اللعيبة، فمفيش مكان ان انا اجي اقول ايه اجرب او افكر او كلام من ده. شكرا.